غلطة أغلبنا بيقع فيها في رمضان، والسبب الرئيسي للهبوط بعد الفطار. ناس كتير جدا مننا في رمضان بعد الفطار حرفيا بيكون عندهم هبوط شديد جدا، وبيبقوا مش قادرين يتحركوا من مكانهم، وده بيطلب معاهم ان هم يناموا او يريحوا فترات طويلة. والسبب غالبا بيكون انخفاض نسبة سكر الدم وهبوط في الدورة الدموية اللي رايحة للمخ. الموضوع ده بيكون زايد جدا، وخصوصا في اول كام يوم في الصيام. طيب ليه سكر الدم يا دكتور بينزل بالشكل ده؟ عشان في غلطة شهيرة كلنا بنعملها ساعة المغرب بيأذن، بنجري نشرب كميات كبيرة من المية والعصير اللي فيه نسبة سكر عالية، وده نتيجة ان احنا جسمنا بيبقى طول النهار اكتر من 14 ساعة بيبقى عطشان وعنده انخفاض في مستويات السكر في الدم. نيجي احنا بقى ندخل كمية مية فظيعة وكمية سكر كتير من العصاير، سواء حتى لو سكر من سكر الفاكهة او عصاير فريش، ده بيعلي معانا نسبة سكر الدم بسرعة. وكمان زي ما احنا عارفين ان نسبة سكر الدم لما بيزيد بسرعة بيبدأ يزيد معاها نسبة الانسولين، وبالتالي يبدأ بعد شوية يبدأ نسبة السكر بتاع جسمنا تبدأ تقل اكتر من المعتاد، ويبدأ يحصل الهبوط والاعياء. وكمان لما هبوط الدورة الدموية بيحصل في الدماغ نتيجة ان احنا بنبقى جعانين طول اليوم ونزلنا على الاكل مرة واحدة، فيبدأ كمان الدم يتدفق للجهاز الهضمي عشان الهضم والامتصاص، فيبدأ يقل الدورة الدموية للمخ، فبالتالي يبدأ يحس الشخص بالهبوط والاعياء والصداع وان هو عايز ينام. طيب ايه الحل؟ ببساطة نبدأ كل حاجة تدريجي، بلاش نشرب عصير كتير ساعة الفطار. انا عارف ان احنا كلنا بنبقى عطشانين، خد كوباية مية، خد كوباية عصير فريش بدون سكر او عصير بنسبة سكر بسيطة من معلقة لاتنين، وناخد اكلنا تدريجي. ممكن ناخد 3 تمرات وكوباية لبن كامل الدسم عادي، ونتوضى ونصلي المغرب الاول، وبعدين نفطر تدريجي بكميات معقولة عشان الجسم يبدأ واحدة واحدة يستوعب الأكل اللي داخله بعد الصيام فترة طويلة. يا ريت تجربوا كده وما تكسروش صيامكم على عصير كتير، ولا تاكلوا كميات كبيرة، وكلوا تدريجي زي ما أنا قلت لكم كده. وقولوا لي رأيكم إيه في الكلام ده، وكل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسلامة يا رب.